ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده فيديو جديد وفيديو عن تخطيط شهر نوفمبر. اسفه جدا اتاخرت 5 ايام، وانا كمان ما خططتش بقالي 5 ايام واكتر. بس انا حبيت ابدا معاكم التخطيط من الفيديو ده. الفيديو ده هيكون بداية جديدة ليا بصراحة، لان انا بقالي فترة كبيرة جدا بعيدة عن التخطيط وبعيدة عن التصوير وكل حاجة. فعايزين نبدأ مع بعض كده، نبدأ نحط كده هدف وعادة واحدة للشهر ده، عشان عايزين نقفل الحاجات اللي احنا كنا بنعملها من بداية السنة. ان الشهر ده خلاص هو تنبيه لينا ان خلاص السنة هتخلص كمان شهر. فيلا بينا نبتدي الفيديو النهارده. حطوا لي اشتراك تحت القناه وحطوا لي لايك للفيديو، ويلا خلونا نبتدي. بصوا بقى، انا مش هعمل معاكم رسمات وسيم لكل اسبوع والشهر بتاع يعني الشهر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو شهر نوفمبر. ولكن انا هقول لكم ان في قنوات كتير جدا اتكلمت عن الموضوع ده وعملت حاجات يمكن احسن من اللي انا ممكن اعملها معاكم. لكن انا موضوع النهارده ان انا هنزل لكم يعني بلانر جاهز تقدروا تطبعوه لو انتم مش عندكم بلانر، او تاخدوا منه افكار كمان. فالصور كلها هتتعرض جنبي هنا وانا بتكلم. ولو انتوا عايزين تاخدوا الصور دي هسيب لكم لينك الجروب تحت في التعليق المسبق و ديسكربشن. ومش عارف الديسكربشن هيدوس على العنوان بتاع الفيديو، هيفتح مع صفحه تانية كده فيها كل لينكات التواصل الاجتماعي بتاعتي، وفيها كمان لينك الجروب اللي بحب انزل لكم عليه اي تفاصيل. المهم يا حلوين، آم، انا بنظم وقتي ازاي وبنظم وقتي في ايه؟ انا بصراحه عايزه اختار للشهر ده هدف واحد، واختار عاده واحده. يمكن فات 5 ايام خلاص من الفي من ال يعني من كل حاجه ومن الشهر عموما. بس احنا لسه عندنا وقت، كل يوم بدايه جديده بالنسبه لي. وده اللي انا عايزاكم كمان تحطوه في بالكم في الموضوع ده. طيب ايه العاده الجديده اللي انا حطاها؟ انا حاطه صراحه العاده الجديده ليا ان انا اذاكر المحاضرات اللي فايتاني كلها. فانا سوري، الهدف بتاعي قصدي سوري الشهر ده ان انا اذاكر كل المحاضرات اللي فايتاني كلها. هدفي الاساسي يعني اساسي بحت طول الشهر ده ان انا هشتغل على الموضوع ده جدا جدا جدا. بالنسبه للاهداف اللي انا شغاله فيها من بدايه السنه، كده كده انا ماشيه فيها عادي، بس انا كل شهر بدخل هدف جديد وعاده جديده. بالنسبه للعاده، انا كنت ماشيه على عادات جديده، عادات الشهور اللي فاتت. زي مثلا الشهر اللي فات كنت ماشيه جدا ومنتظمه جدا ان انا اخد القهوه بتاعتي قبل الساعه 2 الظهر عشان ما تاثرش على نومي بالليل ويكونش عندي ارق. فالعاده بتاعت الشهر ده هي شرب الميه بصراحه، لان انا مقصره جدا جدا جدا. وما بفتكرش ان انا مشربتش ميه غير وانا جنبي بيوجعني. فدي العاده والهدف بتوعي. شاركوني عاداتكم وهدفكم تحت في التعليقات يا حلوين. طيب ايه تاني ممكن نعمله؟ اهداف الشهر طبعا مهمه جدا. الشوبينج يا جماعه، احنا شهر ده في حاجه اسمها اورانج فرايداي وبلاك فرايداي ووايت فرايداي. في خصومات وتخفيضات كتير جدا في كل حاجه، سكين كير وملابس وادوات منزليه واكل وشرب، كل حاجه في تخفيضات الشهر ده. فعلشان ما يحصليش موضوع اللي انا اقعد اصرف واعمل شوبينج كتير وكذا وكذا، فانا عملت لكم صفحه الشوبينج هنا تقدروا تاخدوها ومنها افكار وتقدروا تكتبوا فيها الحاجه اللي انتوا عاوزينها. بمناسبه الشوبينج عايزه اقول لكم ان انا من بدايه السنه كان عندي هدف، ولكن انا ما مشيتش فيه صراحه الا من شهرين بس. ودي غلطه مني انا، لان كان هدف متاخر، يعني انا حققته متاخر. انا كنت قايله من اول السنه ان انا عايزه اعمل برطمان احوش فيه كل حاجه ممكن تفيد معايا من الفلوس، علشان لما يجي بلاك فرايداي او الوايت فرايداي او الاورنج فرايداي زي ما اي حد بيسميه على المواقع الويب سايت بتبيع حاجات وكذا. ف اتاخرت في ان انا اعمل الخطوه دي بصراحه، فما حوشتش الا كام حاجات بسيطه جدا جدا جدا. فمش زعلانه، بالعكس انا مبسوطه جدا وفخوره ان انا حوشت الحاجات دي. وازاي حوشتهم بقى ده في فيديو تاني ان شاء الله اقول لكم تفاصيل وحاجات تخليكم تقلصوا من مصروفاتكم، وان انتوا تصرفوا حاجات كتير وتبداوا تحوشوا، عشان لو في اي وقت زي الوقت اللي احنا فيه كده عايزين نشتري حاجه ومستنيه من السنه للسنه. في ناس اوريدي بتستنى شهر 11 عشان تشتري في الحاجات دي. anyway مش موضوعنا. فانا عملت لكم صفحه الشوبينج زي ما انا قلت لكم. طيب ايه تاني اللي ممكن اخده بالاعتبار هو التودو ليست بتاعتي. بقالي فتره كبيره جدا بشتغل وبعمل حاجات كتير في البيت ومش بعمل تودو ليست. وبصراحه اخر نهايه اليوم بقعد اقول ايه ده، هو انا عملت ايه طول اليوم؟ انا مش حاسه ان انا عملت حاجه او انجزت حاجه. وطبعا اللي بيخليني احس الاحساس ده ان انا مش عامله تودو ليست اصلا، ومش كاتبه كل المهام اللي انا عايزه ابدا اعملها طول اليوم. فدي حاجه انا مفتقداها جدا، وحاجه انا جايبها لكم برضو تاخدوا منها افكار، وان انتوا تخلوها معاكم دايما. تكتبوا التو بتاعتكم والمهام بتاعت اليوم عموما. طيب انا عندي 3 حاجات بنظم فيها يومي، هي تو ليست طبعا او الشهر بتاعي عموما، و البلانر دي ثواني، ولا مش بلانر، هي نوت بوك بكتب فيها يعني اهدافي
وحاجاتي انا الشخصيه، مش حاجات البيت بقى وكده. لا، هعتني بنفسي ازاي، هحقق ايه في شغلي والتارجت اللي انا عايزه احققه في الشهر دوت. فبالتفصيل بكتبه هنا، وباخد من الحاجات دي اسبوعيا بكتبه في بلانر اللي هو بتاع اديب. حلو جدا يا جماعه بجد، ونفعني طول السنه. يمكن انا الحمد لله بفضل الله البلانات اللي انا دايما بختارها بتبقى مناسبه جدا ليا. عايزه اوريكم شهر ان انا اخر 10 ايام في اكتوبر اصلا يعني كانتش ولا كلمه حرفيا، بس هنستغل كل ده طبعا. همسك بقى الشهر والتقييم، واقيم طبعا. تقييمات يا جماعه لازم تتقيم. التقييمات دي انت لازم تحطيها لنفسك لو مش معاكي بلانر، ولو معاكي بلانر يبقى خلاص تمام. فانا بحب جدا اقيم الشهر بتاعي. شهر 9 كنت مقيماه وكنت مبسوطه وراضيه عن التقييم، وكنت قايله ان في حاجات عايزه اظبطها ايه الفتره الجايه. ايه تاني؟ هنخش بقى على المهام بتاعه الشهر. طيب انا عايزاكم تبقوا واخدين بالكم كويس قوي قوي. في ناس في الدراسه بتتابعني، في امهات كمان بتتابعني، انا عارفه ده كويس قوي. في امهات عامله، في امهات ربة منازل او ربة منزل سوري، فبتقدر ان هي تنظم وقتها في البيت. وانا بتكلم عن حاجات كتير جدا ليها علاقه بتنظيفات البيت وروتينات البيت لربة المنزل والمراه العامله. في القناه التانية اسمها منزلي الراقي، ارجوكم تروحوا تشتركوا في القناه التانية تعجبكم كتير. المهم، ف هبدا اكتب كمان مواعيدي، وهبدا اكتب الاسبوع بتاعي هيبقى ماشي ازاي. انا فات 5 ايام، ولكن مفيش مانع ان انا كل يوم اكتب انجاز انا انجزته، وكل يوم اعمل حاجه جديده. بالنسبه لتخطيط الاسبوع، هل انا بخطط اسبوعيا في بدايه كل اسبوع؟ جدا، وبحب جدا الموضوع ده. بحب احط كل حاجه حتى لو مشيتش عليها مثلا زي ما هي، ممكن اخد منها بعض الحاجات ابدا ان انا امشي عليها واكمل الاسبوع بيها عادي. ولو في اخفاقات حصلت بعمل كده علامه عليها بالهايلايتر، اي لون هايلايتر، وابدا ان انا انقلها معايا للشهر. كنت بقول لكم من التخطيط الاسبوعي بتاعي، انا عامله لكم كمان صفحه للتخطيط الاسبوعي تحفه جدا وهتعجبكم، وفيها كمان تفاصيل زي المود وشرب الميه والحاجات دي. بالنسبه كمان للحاجه اللي انا عايزه ادخلها، مش هعتبرها هدف ومش هعتبرها عاده، بس هعتبرها حاجه فاني شويه. ان انا كل يوم هشوف انا مودي ايه، وده هيخليني اكتب الحاجات دي. مش هعمل رسومات ومش هعمل حاجه، بس هكتب كلمه مودي او كلمة مود، فمزاجي اي حاجة وقتي، كل ده في كل يوم هكتب الكلمة دي، بحيث ان اكتب جنبها النهاردة انا كنت تمام ولا لا. لان الموضوع ده انا عايزة اراقب نفسي صراحة. الفترة الجاية، الفترة اللي فاتت كانت كلها عصبية وكلها شد اعصاب وكلها توترات، فانا عايزة اغير الموضوع ده كتير كتير مع نفسي. بس كده، ده كان فيديو النهارده. اكاد اكون اتاخرت شويه، واكاد اكون ما لمت لكمش افكار كتير، بس اتمنى الافكار تكون عجبتكم وتكون اسعفتكم في الوقت الحالي، لان اكيد في ناس كتيره زيي لسه ما خططتش لشهر نوفمبر. ان شاء الله فيديو يعجبكم، وان شاء الله اكون نزلت كمان الفيديو دوت على الفيسبوك وهنا كمان على اليوتيوب. ان شاء الله يعجبكم كتير، ومستنيه جدا جدا منكم تعليقاتكم اللطيفه، وعايزاكم تعلقوا لي وتقولوا لي مثلا محتاجين تشوفوا ايه تاني، افكار للمذاكره والحاجات بتاعت ثانوي وكذا وكذا. اي حد عايز افكار للمذاكره وعايز طرق للمذاكره يكتب لي هو سنه كام وعنده مواد ايه على طول، لاني في الفيديو ده انا هعمل فيه طرق مذاكره لسنه معينه من السنوات. هعمل لكم كمان فيديو سوري، هعمل لكم جدول مذاكره جواه، فهيفيدكم كتير. بس كده، اشوفكم على خير ان شاء الله. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، وتشتركوا معايا في القناه، وتعملوا لي لايك على صفحه الفيسبوك. بحبكم جدا جدا. باي باي.